احنا طرحنا سؤال في بدايه الحلقه، كنا عايزين نعرف من حضراتكم مدى استفاده الاهلي من هذه البطوله، بطوله مونديال الانديه، فيها مكاسب فنيه، تسويقيه، تنظيميه. تعالوا نشوف اراء الجمهور اكيد على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، في استفاده ولا لا؟ احمد عباس بيقول استفاده تسويقيه وطبعا استفاده فنيه، خاصه ان الفريق يعتبر في مرحله تجديد واحلال، والاستفاده الجماهيريه والعالم كله شاف ده بعينه. مين احسن جمهور في الكون؟ طيب ناخد رأي محمد خليل، بيقول استفاد كتير ماديا وتسويقيا للعيبة، وحدث كبير ظهر من خلاله أمام أكبر أساطير العالم. عبد الرحمن بيقول الاحتكاك القوي المطلوب واكتساب الخبرة والمال والوقوف على مستوى وقدرات اللعيبة، دي كلها استفادات كتيرة. بسنت بتقول استفدنا ماديا ولاعبين دخلوا في صفوف الأهلي زي زيزو بن رمضان ورجوع ديانج. مي بتقول استفادة فنية وتسويقية، محدش يشترك في كأس العالم ويطلع خسران، مشاركة كلها مكاسب بس اللي يستفيد منها. عبد الله بيقول خبرة أكتر وأجواء رائعة، إن شاء الله الأفضل قادم بإذن الله. طيب دي كانت آراء كل الناس اللي شاركت معانا، في آراء كتيرة جدا، لكن وقت الحلقة بالتأكيد لم يسعفنا في استعراض كافة آراء جمهور الأهلي. محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا، منورنا دايما وبالتوفيق. شكرا يا سعيد، وكل التوفيق للنادي الأهلي. أكيد بعد المشاركة دي في مكاسب كبيرة جدا وهتتعكس بكل تأكيد على المسابقات المحلية والأفريقية بإذن الله إن شاء الله.